السؤال التقليدي اللي بيتكرر اليومين دول، هل الاستثمار في العقار آمن ومضمون؟ طيب أحط فلوسي في إيه؟ في عقار ولا في ذهب عشان أحافظ على قيمة الفلوس؟ طيب أنا عشان نشرح الموضوع ده لازم نعرف يعني إيه استثمار عقاري. الاستثمار العقاري هو أنا عندي استثمار قصير الأجل وطويل الأجل. الاستثمار قصير الأجل إن أنا أشتري حاجة بسعر لقطة، بسعر قليل في مكان مميز. طبعا لازم يبقى في المدن الجديدة لأن ديت الزيادة فيها كبيرة، وأبيعها بعد فترة سنة سنتين يعلى سعر العقار فأقدر إني أبيعه. ده الاستثمار قصير الأجل. طب استثمار طويل الأجل إن أنا أشتري حاجة وأنساها 10 سنين 8 سنين 11 سنة وبعد كده أبيعها. وده اللي حصل مثلا في معظم الناس اللي فكرت وخدوا أراضي. خلينا نتكلم على الحزام الأخضر. الحزام الأخضر في وقت من الأوقات كان بتتكلم إنه كان بيتباع ب 7500 جنيه سنة 89 على سنتين. بلاش خلينا فترة قليلة 2013 و2014 كان الفدان ب 50000 ماكسيمم. لو هو قريب من وسط الدهشور قبل ما يتعمل الشارع ده خالص كنت بتتكلم على الفدان ب 200000. الفدان دلوقتي بيتباع بكام؟ 14 و600 ألف، يعني 14 مليون و600 ألف. انتوا شايفين؟ فده واحد خلى فلوسه، لو قلنا خلاها على مدار مثلا 10 سنين، اشترى الحاجة اللي اشتراها ب 200 ألف الفدان، 10 فدادين ب 2 مليون. دلوقتي بنتكلم على 10 فدادين ب 146 مليون. طبعا مش كل حاجة بتشتريها بيزيد سعرها كده، بس دي بتبقى حاجات فرص بتيجي مرة واحدة في العمر. فده احنا بنسميه استثمار طويل الأجل. فلا أنا شايف إن الاستثمار في العقار آمن، بالذات لأن قيمته دايما في زيادة مستمرة. جميع شرائح المجتمع ممكن تعملها، يعني مش لازم ممكن تاخد أوضة وصالة، ممكن تاخد فيلا، يعني كل واحد على حسب البادجت اللي موجود عنده. كمان ممكن يبقى يدخل لك دخل ثابت شهريا لو قدرت إنك تأجر العقار. فلا الاستثمار في العقار أعتقد إنه من أحد أكبر الاستثمارات اللي موجودة في مصر.